بعد كده اخت وادس بتروح له الشغل، بتقول له ان هنريك اخوه اتقبض عليه. بيجري على اسحاق هيلر صاحبه. اسحاق هيلر اللي شغال في الشرطه اليهوديه، بيطلب منه ان هو يساعده. وهنا كان في نقطه مهمه. اوقات الانسان بيضطر يطلب مساعده من الشخص اللي هو نفسه رفضه. اسحاق بيعامله باسلوب وحش جدا، ولكن في الاخر بيدخله المكان اللي فيه هنريك. وادس بيستنى بره. في الوقت ده بيشوف اتنين عواجيز بيتخانقوا على الاكل، لدرجة إن الأكل بيقع على الأرض وهم بياكلوا من الأرض نفسها. الجوع بيكسر أي كرامة، الجوع بيكسر أي حد. هنريك بيخرج، ولكن أول حاجة بيعملها إن هو بيتخانق مع وادس عشان هو استعان بإسحاق، لأن ده شخص بالنسبة لهم حقير. هو كان رافض أصلا المساعدة منه، ولكن التعب كان واضح عليه من قلة الأكل وقلة النوم. فبيقوم وادس مديله ياكل، وبيعرف منه إن في قرار جديد. لازم كل يهودي يبقى معاه شهادة شغل عشان يفضل في المعزل. فبيبدأ وادس إن هو يجيب شهادة لأبوه بعد لما جاب لباقي عيلته، ومساعدة مايوركي ويهودا بيقدروا إن هم يجيبوا الشهادة.